السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولادي؟ وحشتوني كتير. جايه لكم النهارده بطريقة اللقيمات أو العوامة أو الزلابية. هي الزلابية المصرية، هي اللقيمات، هي العوامة، بس الطريقة هتعجبكم كتير يا ولادي. ادخلوا شوفوا مقاديرها، بسيطة جدا وجميلة جدا وعلى قديمه. يلا بينا يا ولادي نشوف مقادير اللقيمات بتاعتنا أو العوامة. أنا معايا 3 كوبايات دقيق قدامي أهي في السلطانية أو في البولة. معايا 3 معالق نشا يا ولادي، 3 معالق نشا، واخدين بالكم؟ ومعايا معلقة خميرة كبيرة ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. اللقيمات أو العوامة أو الزلابية يا ولادي. معايا كوباية حليب وكوباية مية دافية قابلين للزيادة. معايا معلقتين لبن بودر وثلاث معالق زيت ومعلقة ونص كاستر يا ولادي. هي دي كل مقادير اللقيمات أو العوامة أو الزلابية المصرية يا ولادي. هنحط 3 معالق نشا، كل المواد الجافة هنحطها كده 3 معالق نشا، وهننزل يلا بمعلقة الخميرة الكبيرة ومعلقة البيكنج باودر الصغيرة، ميمونة ومعلقة ونص كاستر، ومعلقتين الحليب البودر. الحاجات دي جميلة يا ولادي، بتعزز اللقيمات قوي. او العوامة 3 معالق زيت. توتة جاي سامحوني لو صوتها طلع. هنقلب المواد الجافة كده يا ولادي. خليكي معايا يا توتة. بصي بنسمع البنات ولادي اخواتي حبايبي. ايوه بصي. وهننزل بالحليب والميه يا ولادي اللي هي الكوبين، وهحتاج تاني نص كوبايه ميه. هاخدها برضو في نفس البوله اللي انا، علشان تبقى مطرح الحليب والميه، يعني هتبقى نص كوبايه برضو خليط ميه مع ايه، مع حليب. لازم تكون دافيه يا ولادي عشان تخمر بسرعه. انتوا عارفين ان احنا في شتاء. هقلب الخليط بتاعي كده وهشيل التكتلات خالص يا ولادي. بصي هزود نص كوبايه الميه في نفس الكوبايه اللي كنت واخده فيها الحليب واللبن. ايوه همسك المعلقه. بصوا بايديا كده عشان ايدي تقوى يا ولادي. عمو جمال ايه ماسك لي الكاميرا. شاطره يا توته، لو سمحتي وطي صوتك، خلي اخواتك يسمعوا، خلي حبايبك يسمعوا. هفضل اضرب كده. بصوا التكتلات بتخف معايا. الخليط معايا لازم يكون ايه، ولا تقيل ولا خفيف يا ولادي، عشان هو لما بيرتاح بيخف اكتر. فانا ايه اعمله سميك شويه عشان لما يخمر او يرتاح ما يخفش مني. وهسيبها بقى ترتاح كده في البطانيه جوه او في اي مكان دافي عندك براحتك خالص. هسيبها ترتاح، ولما تخمر هجيبها وهفش الخمر بتاعها بالمعلقه زي ما انتم شايفين. خالته لعبه بتعمل كده. حبيبتي اللي سالتني النهارده على اللقيمات، انا مبسوطه جدا والله، منزله لك الفيديو مخصوص، ويا رب يا رب تدخلي وتشوفيه. وهاجي بقى احط كوبايه ميه قدامي يا ولادي، وهاجي بالمعلقه يا ولادي. اللي يقول لي بقى خرومي ازازه، هاتي قرطاس، هاتي كوبايه الزلابيه. انا بصراحه ربنا فعلا ده قديمه، الحاجه اللي بتعلمها على قديمه يا ولادي بفضل بشتغل بيها طول عمري. حابه تعملي انت ازازه، حابه تجيبي قرطاس الزلابيه، براحتك يا بنتي براحتك. توطي النار ساعه ما تنزلي الزلابيه، وبعد ما تنزلي الزلابيه ترجعي تعلي النار تاني. انا هنزل كام واحده كده بصوا، وبعدين عليت النار بقى واعملها بالطريقه دي. ليها نص تحميره يا ولادي. لما اخلص الزلابيه كلها نص تحميره. قد ايه يا ولادي طعمها جميل قوي قوي قوي. دخلتوا لعبه طلعت شاطره جامد. بعد ما قليتها كلها نص تحميره يا ولادي، هاخدها على مرتين كده واحمرها بقى ايه تحمير كامل بالطريقه ديت زي ما انتم شايفين. الله عليكي يا خالته لعبه، والله تسلم الايادي. والله العظيم وش اهل الامارات يسلموا يسلموا. ناس طيبين وحاجتهم طالعه جميله وطيبه زيهم. انا ما حمرتها كلها يا ولادي. هنزل بقى بالشربات كده، هنزل بالشربات كده وهرجع اردها في بوله تانية يا ولادي عشان اجيب من فوق لتحت. يعني مش برش كده وخلاص، لا. اما اقفل الكاميرا هردها من بوله لبوله لغايه ما اوصل للمنظر الجميل دوت. عندي بقى يا ولادي صوص الكراميل كان عندي زياده، رحت قلت يا ربي والله ما خساره فيكم يا اهل الامارات ان انتوا تزيدوا حلاوه على حلاوتكم. وهرش بقى صوص الكراميل يا ولادي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انا عايزاكم تكتبوا تعليق لخالته لعبه، مش قادره اقول لكم. يعني حسوا وتذوقوا يا ولادي. الله على الجمال والله، الله على الجمال.
واحده واحده يا ولادي، الفيديو طويل بس سامحوني، انا حابه اوريكم كل حاجه بعملها. مش عارفه ليه الشاشه ضيقه، سامحوني يا ولادي، بس دلوقتي حالا الدنيا هتبان اكتر قدامكم. مش قادره اقول لكم على الطعم والجمال يا ولادي. شايفين البوله دي كلها؟ انا احتفلت وكلت انا وعمو جمال، وكلت انا وتوته وانا وجيراني. وبكده يا ولاد انا خلصت وصفتي وخلصت دقتي، ويا ريت تجربوا الزلابيه جميله، اللقيمات جميله، كلها واحده والله يا ولادي، بس هي مسميات لاختلافنا في نطق اللهجات. ما تنسونيش بقى في سبسكرايب وفعلوا الجرس حبيب خالته العب.